هذه قصيدة في رساء الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة، تأليف الشيخ عبد الباري محمد عبد الله، إلقاء ياسين النزير. نبأ يصم مسامع الجوداء، ترك الجموع بعبرة وبكاء. ماذاك بدع أن تجود لهوله، فيض الجفون بوبلها السحاء. رحل الذي عم البلاد بخيره، أعني أبا زيد أخا العلياء. رحل الذي هد القباب بكفه، وبفكه ينهى عن الشركاء. لكنه القدر الذي قد خطه، قلم جرى بأوامر وقضاء. الكل جر إلى الحديقة ذيله، والكل بين تبتل ودعاء. يرجون ربا أن يقابل عبده، برياضه في حفرة الغبراء. يوم وربي ما شهدت مثيله، ومدامعي كالمزنة الأطفاء. ذهب الجميع وراءه وأمامه، وبجانبيه تتابع الأبناء. نشر العقيدة في البلاد جميعها، كالبدر إذ عم الورى بضيائه. ودعا إلى التوحيد دعوة صادق، ويهد طود الشرك في الأرجاء. من فك عن أمر العقيدة برهة، يدعو لها بعزيمة وإباء. يهدي إلى سبل الهدى بفصاحة، وتؤدة وترفق وذكاء. لم يثنه عن دينه عدد العدى، وعتاده وتجبر الرؤساء. هيهات يحكي صبره ثم غرى، كم قابل البلوى بحسن بلاء. ما غر جنبك أن قلاك جويهل، أنى يرى الخفاش ومدكاء. ولتسترح يا والدي في روضة من هم دنيا الشر والشعواء. ولتسترح يا والدي في روضة من هم دنيا الشر والشعواء. رحم الله عز وجل الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة، أسكنه فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.